السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يجعله عيد مبارك عليكم جميعا يا رب وعلى كل حبايبكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكحك العيد. عايز اقولك انك لو لسه ما عملتيهوش في الساعة خلال ساعة تكوني عاملاه ان شاء الله، وهيطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. مقاديرنا سهلة بسيطة. من كيلو دقيق هتعملي ما شاء الله كمية محترمة جدا. شايفين اللون بتاعه؟ هقولك على التسوية المظبوطة بتاعتها واقولك على التكات بتاعته. تابعي معايا الفيديو للاخر. بس في البدايه كده احب ان ارحب بيكي في قناتي. فلو اول مره بتشوفيني خدي لك لفه في القناه، واتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناه. هنشوف بقى مع بعض الكحك العيد الدايب الجميل ده. ما شاء الله، عايزه اقول لكم ان القرصه بتبقى ماسكه نفسها وفي نفس الوقت دايبه معاكي. هقول لك ازاي تطلعيها بالجمال ده. هتجربيها ان شاء الله وهتعجبك. حاجه سهله وسريعه، حتى لو انت هتعمليها بالليل هتخلصيها ان شاء الله وهتطلع معاكي بالجمال ده. شايفين ما شاء الله القرصه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت برضو يعني بتدوب معاكي كده. حاجه مقدارها مظبوطه وحلوه جدا. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا القرصه القمر بتاعتنا دي ازاي. وطبعا المقادير هتلاقوها موجوده ان شاء الله في صندوق الوصف، ممكن انكم تقدروا انكم تاخدوها. انا هكتب المقادير لكيلو من الدقيق، عايزه ان حابه انك تزودي حابه انك تقللي، ده على حسب رغبتك انت وده يرجع لك انت. فيلا بينا بقى نشوف عملنا القرص بتاعتنا دي ازاي. في البدايه انا عندي هنا كيلو من الدقيق، طبعا نخلينه كويس جدا. وعندي هنا كمان نص كيلو من السمنه. انت مثلا حباها دايبه قوي زياده عن اللزوم ممكن تخليهم 600 جرام او 650 جرام. وعندي هنا بقى ربع معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره مش مليانه قوي من الخميره. دي كل المكونات اللي عندي. هبدا ان انا هنا في البدايه انزل الملح على الدقيق وهبدا ان انا اقلبه معاه كويس، وبعدين هاخد بقى السمنه بتاعتي هبدا ان انا اسيحها على النار. انا عايزاها تبدا ان هي تسخن لاننا هنعمل الكحك بتاعنا على السخن، فانا بدات ان انا حطيتها على النار وسبتها لحد ما ساحت كده زي ما حضراتكم شايفينه، سخنت معايا. بس خدي بالك ما تخليهاش تسخن قوي بحيث انها ما تتحرقش منك وتبدا ان هي تطلع ريحه مش لطيفه في الكحك. فانا بدات ان انا سخنتها كده، تعرف منين انك وصلت لدرجه السخونيه التمام. خدي معلقه كده من السمنه وانزلي بيها على الدقيق، لما تلاقيها عمل فوران كده زي ما حضراتكم شفتم كده يبقى معناته ان خلاص كده السمنه وصلت معاكي للسخونيه اللي انت عاوزاها. لقيتي مثلا بتحطي السمنه على الدقيق وما بيفورش، يبقى كده لا، لسه محتاجه انها تتسخن شويه. بس اهم حاجه زي ما قلت لك خدي بالك من درجه السخونيه بتاعتها بحيث انها ما تتحرقش منك. فانا بدات بقى نزلت بالسمنه بتاعتي كده على الدقيق، وبدات بقى كده بالمعلقه اقلبهم مع بعض، لان طبعا السمنه سخنه جدا فهتلاقي الدقيق في الوقت ده كمان سخن، فمش هتستحملي انك تحطي ايدك فيه. فاحنا نبدا ان احنا نقلبه بالمعلقه واحده واحده كده. وطبعا لما نلاقي كل كميه الدقيق اختفت نسيبها بقى لحد ما تهدى كده واقدر ان انا احط ايدي فيها. فانا بدات ان انا قلبتهم بقى ولحد بقى ما بدات ان هي هديت كده او بقت دافيه، او مثلا استحمل ان انا احط ايدي فيها. نبدا بقى ان احنا نبسها كويس جدا، حتى لو دريتي كل كميه دقيق مع السمنه لازم تبسيها كويس جدا بايديكي، لان خطوه البس دي عايزه اقولك انها بتفرق في القرص بتاعتك جدا او في الكحك بتاعك. فانا بدات بقى بسيته كويس جدا كده شويه. وبعدين بقى جبت عندي هنا حوالي 3 ارباع مج من الحليب. هضيف عليهم بقى السكر والخميره. اللبن اللي عندي هنا دافي. انا اجمالي السوائل اللي استخدمتها انا استعملت عندي هنا كوبايه من الحليب. انا بدات بالاول ب3 ارباع كوبايه كده زي ما حضراتكم شايفين، دوبت فيها بس السكر والخميره. وبعدين هبدا ان انا لما بعد كده لقيتها محتاجه ان هي محتاجه سوائل تاني فضفت لها ربع كوبايه بس من اللبن. فاجمالي السوائل على الكيلو اللبن عندي مج، يعني هو ياخد معاكي من كوبايه لكوبايه ونص بالكتير خالص، ده على حسب نوعيه الدقيق معاكي. فانا بقى دوبت الخميره والسكر مع الميه وبدات بقى ان انا نزلت بيهم على الدقيق بتاعي. طبعا احنا مش هنعجن، احنا بس يا دوبك هنبدا ان احنا نلم كده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان حاجات العيد ما بتتعجنش، احنا يا دوبك بنبدا ان احنا نلم كده. فانا هبدا ان انا بس ايه كل كميه اللبن تختفي وهبدا ان انا اوقف على طول. فانا بعجنها زي ما حضراتكم شايفين كده، ببدا ان انا يعني افضل اقطع فيها كده، او مثلا نبدا نوديها شمال ويمين لحد ما نتاكد ان خلاص اللبن اختفى معانا. طبعا ما تكتريش السوائل فيها. انت بتتاكدي منين انها بقت كويسه معاكي؟ انك بتاخدي واحده كده وتكوريها وتضغطي عليها من النص، لو لقيتيها ما عملتش تشققات معاكي يبقى هي كده تمام. مقاديرها مظبوطه. بدات بقى ان انا شكلتها كده. طبعا ما كانش عندي بصمه او اي حاجه فممكن تشكلي باي حاجه، انا عندي هنا مصفى بدات ان انا شكلت عليها. بس طبعا وانت بتشكلي حاولي تخلي يعني ما تبططيش القرصه قوي، يعني كوريها وبعدين خلي التبطيط بتاعها يكون على البصمه اللي انت بتعملي بيها بحيث انها ما تبقاش لو فردت معاكي في الفرن ما تبقاش يعني تفرد زياده عن اللزوم، يبقى محتفظه بقوامها كده ومحتفظه بالسمك بتاعها. فانا بقى خلصت كل الكميه بنفس الطريقه كده زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اقول لكم ان هي عملت معايا صينيتين ما شاء الله. كيلو دي بيعمل معاكي كميه حلوه جدا. شايفين شكل القرص ما شاء الله. انا في الوقت ده بقى كنت مشغله الفرن على درجه حراره يعني بتكون اقل من الوسط كده، يعني حوالي 160 او 150. كحك العيد بيحب النار عليه تكون هاديه. طبعا مشغله الشوايه من فوق ومن تحت. انت مثلا لو الفرن بتاعك
بيشتغل من فوق بس او تحت بس، ما بيشغلوش الاتنين مع بعض، انت تشغلي من تحت الاول وبعدين انت بتشغلي من فوق. فانا بدات بقى اعمله معايا الصينيتين دول زي ما حضراتكم شايفين كده، بدات بقى دخلتها كده على الشبكه، الرف اللي فوق استوى على طول. هتاخد معاكي في الفرن من تلت ساعه لنص ساعه على حسب يعني على حسب نوعيه او حراره الفرن اللي عندك. انا بدات بقى سويتها كده زي ما حضراتكم شايفين، انا كنت مشغله من فوق ومن تحت. لو انا لقيتها مثلا خدت لون من تحت ببدا ان انا اشغل عليها يعني اعلي الشوايه شويه بحيث ان هي تبدا ان هي تاخد لون. انت مثلا ممكن تطفي الشوايه خالص وتشغلي المروحه، هيطلع معاكي برده بلون حلو. شايفين ما شاء الله القرص بتاعتنا طالعه عامله ازاي، واخده لون من تحت ومن فوق جميل جدا. وطبعا درجة اللون دي انت اللي بتتحكمي فيها، انت اللي بتخلي درجة اللون فاتحة او لونها وسط زي ما حضراتكم شايفين كده، او مثلا تغمقيها عن كده. ده بيكون على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك انت وحبكم في طريقتها في الاكل. فانا بدأت بقى ان انا خلصتها كده، وطبعا بقى رشة من السكر. انت طبعا القرص دي لو حابة تحشيها اي حاجة تمام مفيش اي مشكلة، حابة تحشيها عجوة، حابة تحشيها ملبن، ده على حسب رغبتك انت. بس انا حبيت ان انا اعملها سادة كده، حاجة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت ما شاء الله بيبقى شكلها جميل، ومع شوية بقى السكر دولا يعني عايزة اقولك حاجة ما شاء الله حلوة جدا. شايفين بقى شكل القرص بتاعتنا شكلها حلو جدا، ما فرشتش مننا في الفرن كتير قوي. فعشان كده زي ما قلت لك خلي يكون ليها ارتفاع شويه بحيث انها لو فرشت معاكي تكون يعني توصل للقوام او مثلا للسمك الكويس. شايفين ما شاء الله القرص بتتقطم معايا بكل سهوله، وفي نفس الوقت برضو تلاقيها دايبه في ايدك كده يعني قوامها وتسويتها جميل جدا. اهم حاجه بس انك تبسي القرص كويس جدا، وفي نفس الوقت برضو ما تكتريش كميه السوائل، ما تعجنيش فيها كتير. خلي درجه حراره معاكي بتاعه الفرن تكون يعني وسط او هاديه بحيث ان هي تفضل عايشه معاكي وقت اطول، او مثلا تاخد سواها. فالسوا كويس بتاعها بيخليها انها تقعد معاكي فتره طويله جدا مقرمشه، ما يجرالهاش اي حاجه، ما تضطرش منك. شايفين ما شاء الله بقى القرص بتاعتنا شكلها جميل جدا، يعني أنا الشكل يتحدث عن نفسه، حاجه بصراحه جميله وفي نفس الوقت سريعه، هتقدري تخلصيها بسرعه جدا وفي وقت سريع. فلحد هنا بقى خلص الفيديو بتاعي النهارده وخلصت وصفتي معاكم، اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديدة، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.